وقبل الدخول في أول مباحث هذا الكتاب المبارك كتاب الفصول للإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، أحب أن أشير إشارة سريعة إلى بعض ميزات هذا الكتاب، كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي رحمه الله تعالى. فهذا الكتاب يتميز بأمور عديدة، من أهمها ما يلي: الأمر الأول حسن الصياغة في هذا المؤلف القيم، والعرض بأسلوب علمي يعتمد على ذكر الوقائع والأحداث كما هي، دون دخول في أساليب أدبية أو تنميق في العبارة أو نحو ذلك، مما يجنح ببعض من يسلك هذا المسلك إلى التوسع من أجل مراعاة العبارة والأسلوب الأدبي، فيذكر أمورا لا حقيقة لها، وهذا يعرفه المتتبع. الأمر الثاني أن كتاب الفصول للإمام ابن كثير رحمه الله وكذلك غيره من كتبه تظهر فيه عاطفة هذا الإمام الصادقة فيما نحسبه والله حسيبه في محبته للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام ولصحبه الكرام. ومن يطالع عباراته رحمه الله وكلماته يلحظ فيها صدق اللهجة وتمام التأثر وحسن الارتباط بهدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وأيضا حسن الانتصار للنبي عليه الصلاة والسلام وسيرته ولصحابته. ويلحظ أيضا كراهيته الشديدة لأعداء النبي عليه الصلاة والسلام وأعداء الصحابة الكرام وأعداء أزواج النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وهذا أمر يلحظ في كتابه هذا وفي عموم كتبه كتفسيره لكتاب الله عز وجل، وكتابه أيضا البداية والنهاية وغيره من كتبه رحمه الله تعالى العظيمة. الأمر الثالث حسن الترتيب والتسلسل في عرض الأحداث التاريخية والوقائع النبوية، عرضا متسلسلا مرتبا ترتيبا علميا بديعا حسب الأحداث والوقائع. والأمر الرابع أن الكتاب مع صغر حجمه جاء حافلا جامعا وافيا مشتملا على تحقيقات متينة واختيارات بديعة وجمع مبارك لسيرة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. والأمر الخامس أنه رحمه الله تعالى اعتمد في عرضه للأخبار وأحداث السيرة، سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام، على ذكر الخبر ومن ثم تأييده بما صح من الأحاديث المأثورة عن الرسول عليه الصلاة والسلام والآثار المروية عن الصحابة الكرام. وما كان فيه خلاف بين أهل العلم يعنى رحمه الله تعالى بذكر القول المعتمد عنده معضودا ومؤيدا بالحجة والدليل. الأمر السادس مما تميز به هذا الكتاب البعد عن الحشو والاستطراد والتطويل الذي يخرج بالكتاب عن المقصود. والأمر السادس أنه رحمه الله تعالى استفاد كثيرا من المؤلفات التي سبقته لأئمة قبله، واطلع على كثير من الكتب المؤلفة في السيرة، وأحسن رحمه الله تعالى في الاستفادة منها، إضافة إلى مكانته هو رحمه الله تعالى العلمية ونشأته الصالحة من بدء حياته وأول عمره. وقد نشأ في بيت علم،
فوالده عالم وإمام، وتوفي والده وهو صغير السن لم يبلغ 3 سنوات، وأخوه أيضا عالم، وأسرته أسرة علم. بل إن ابن كثير رحمه الله واسمه إسماعيل له أخ وهو أخوه الأكبر اسمه إسماعيل، وكان عالما نبغ في صغره في العلم والحفظ وبرز في ذلك، وأحبه والده حبا جما، فصعد يوما على سطح أو نحوه فسقط ولم يمكث طويلا ومات في شبابه رحمه الله. فسمى والده عمر بن كثير رحمه الله إسماعيل الإمام صاحب الفصول، وكان آخر مولود له، سماه باسم أخيه الذي توفي. فنشأ رحمه الله منذ صغره في بيت علم، ويذكر له من صغره أنه مسمى على فلان وأنه كان كذا وكذا، فنشأ منذ الصغر رحمه الله تعالى نشأة جادة في العلم والتحصيل، وبرع منذ صغره في تحصيله للعلم رحمه الله تعالى. وله مؤلفات عظيمة مباركة نافعة لا يستغني عنها أهل العلم وطلابه، وفي مقدمتها تفسيره العظيم تفسير ابن كثير. ونستطيع أن نقول أنه يندر أن يوجد عالم لم يستفد من هذا الكتاب، يعني قل أن تجد عالما ولم يستفد من هذا الكتاب. فكتابه رحمه الله تعالى تفسير القرآن العظيم في أيدي أهل العلم وطلابه باستمرار، ويرجعون إليه كثيرا في فهم كتاب الله عز وجل. وكتابه أيضا البداية والنهاية بأيدي أهل العلم وطلابه، وكثير من كتبه رحمه الله لها مكانتها العظيمة في نفوس أهل العلم وطلابه. فهذا كله مما يبين لنا مكانة هذا الكتاب المختصر لهذا الإمام في سيرة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام.